في ناس تالتة تلاقيهم بيقولوا لك لأ يا سلام على أخلاقه وجدعنته ورجولته، ده وقف جنبي وأيام فرح أختي، وقف جنبي أيام فرح بنتي وجهّز بنتي، ما فلوس حرام كلّها، كل ده بفلوس حرام أنت قبلتها عن نفسك إزاي؟ إلا من رحم ربي طبعًا تاني هافضل أقولها طول الفيديو، هات كده بقى شاب عشريني أو مراهق عنده 14 والّا 15 سنة وصدّر له الواجهة دي وخلّيه يتطعم بيها، صدّر بقى في وشه إن ده حرامي وإن الناس بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب والناس بتهابه إزاي والناس بتقدّسه إزاي، فالطفل ده بيكبر عايز يبقى زي الراجل ده. لأ وتفتح المسلسلات تلاقي واحد بياكل مال حرام وتاجر سلاح وتاجر مخدرات بس كويس مع عمه والشارع كله بيحبه والناس كلها تفديه برقبتهم، وبص عايز اقول لك والبنات كلها بتحبه. فانت برضو صدر نفس الموديل ده لعيل عنده 14 سنه، لشاب عنده 19 سنه، لشاب عنده 20 سنه، وقول لي النتيجه هتطلع لك ايه؟ هيطلع لك مثلا الشعراوي 2؟ لا مش هيطلع لك الشعراوي 2، هيطلع لك نفس اللي في المسلسل ده وأسوأ، لأن أرض الواقع أسوأ من المسلسل. فأنت لو أنت شايف إن الكلام ده عادي مبروك عليك، أنت ربيت جيل جديد هيطلع أسوأ من الأجيال اللي فاتت دي كلها، وهيبقى بص يتقبل الحرام بكل ما يعني من الكلمة.